بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله وصحبه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده انا عملت لكم شوربه عدس ولا اروع. شوربه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني بصي، بتكلفه طبق عدس بس هتشتريه من بره تقدري تعملي كميه كبيره وتكفيك وتكفي عيلتك وتفرحي ولادك، والطعم روعه والريحه اروع. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. بس انا عاملاها بالشعريه. بص الشعريه، والشعريه كمان طالعه عامله ازاي، وقوام الشوربه عامل ازاي، ولا الشعريه تخينه ولا متقله الشوربه ولا اي حاجه. الطعم حكايه، طعمها وريحتها تحفه، هتعجبكم جدا جدا. جربوها ومش هنسوا تكتبولي في التعليقات. ويلا بقى نبدا مع بعض ونسمي الله ونقول هنعملها ازاي. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا ربع كيلو عدس، وعليه بطاطسايه واحده، كوبايه بطاطس وحبه جزر وحبايه طماطم وبصلتين وفصين توم. وهنا الميه بتغلي، هنزل فيها العدس والحاجات دي. بصوا يا جماعه، اوعوا تغسلوا العدس، مش تغسلوه عشان خاطر ما يبيضش، تحطوه زي ما هو كده عشان مش يبيض، تحطوه زي ما هو ناشف كده. دلوقتي زي ما انتوا شفتوا كده نزلت بالعدس والبطاطس والطماطم والبصل والثوم والجزر. دلوقتي هنزل عليه بمعلقه كركم كبيره ومعلقه كمون صغيره ومعلقه فلفل اسمر كده زي ما انتوا شايفين اهو. نزلت بمعلقه شطه ومعلقه كمون ومعلقه ملح كبيره ومعلقه كركم كبيره، ما حطيتش فلفل اسمر. وهسيبه يغلي، واول ما هيغلي ههد عليه ويستوي، وبعد ما يستوي بوريكم بعمل كده. هو بيغلي ههد عليه واسيبه على نار هاديه لحد ما يستوي. زي ما انتوا شايفين معايا كده خلاص العدس قرب اهو دخل في السوا، بس يعني لسه البطاطس والجزر لسه شويه. هبوريكم النتيجه ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين كده في حله تانية على النار حطيت فيها بصله، هنعمل الطشه بتاعه العدس. بصله مفرومه على زيت عشان تتشوح شويه، وبنزل عليها بايه، بمعلقه توم كبيره مفرومه. وهنا بعد ما العدس استوى هفرمه في الخلاط هخليه ينعم خالص عشان يبقى شوربه مفيهوش اي حاجه من الحاجات دي. هنا خلاص البصله قربت تاخد اللون الذهبي، هنزل عليها بمعلقه الثوم المفروم، معلقه ثوم مفروم كبيره تاخد لون مع البصله. وهنا كده ضربت العدس في الخلاط، ضربته في الخلاط ضربه كويسه. لما البصله بقى تتشوح مع التوميه كده وتاخد اللون الذهبي هنزل عليها بالعدس. شايفين اللون ده يا جماعه؟ هو ده اللون المطلوب. التوميه والبصله خدوا اللون الحلو كده. انا نزلت بالعدس كده، هسيبه يغلي وهظبط ملحه واحط له معلقه فلفل اسمر، بقى نص معلقه صغيره فلفل اسمر عشان ما حطيتش وهو بيغلي. هحط عليه دلوقتي نص معلقه فلفل اسمر. سمنه بلدي هتسيح، وهحمر فيها الشعريه واحطها على العدس كده. زي ما انتم شايفين الشعريه اتحمرت، هنزل عليها بالعدس، هنزل بيها على العدس. نزلت بالشعريه على العدس كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، والله جربوا الطريقه دي ومش هتندموا. احلى طبق عدس، احلى طبق شوربه عدس بالهنا والشفا. بصوا يا جماعه، اول ما تنزلوا بالشعريه غلوه واحده كده وتطفي عشان الشعريه مش تتخن وتبقى ايه وتخلي الشوربه تكون تقيله، لا كده هتستوي على سخونيه الشوربه وهتبقى مفلفله وهتبقى حلوه ان شاء الله، والشوربه مش هتتقل. هنا يا جماعه شايفين كده بعد ما الشعريه استوت، شايفه الشعريه عامله ازاي؟ مش اللي هي تخينه ولا متقله، والشوربه بص القوام حاجه، والريحه ومعلقه الشطه اللي حطيناها دي مخليه الطعم حكايه. ممكن بقى تعملي مع الاكله دي تقلي طبق بطاطس، تقلي طبق بتنجان،
يعني تحبشي كده اللقمة، حطي كذا حاجة كده عشان مش يبقى شوربة العدس أو فتة العدس بس، فلفل، لأ أي حاجة معاها كده.